كتير مننا بيكون فاكر انه عارف هو عايز يعمل ايه في حياته، بس اوقات كتير الحياة بتكون مخبية علينا حاجات عمرنا ما تخيلنا اننا نكون بنشتغل فيها. وفي حكاية النهاردة معانا هايدي زكريا، هتكلمنا عن ازاي كانت فاكرة انها عمرها ما هتشتغل في البيزنس، ولكن هايدي حاليا هي الهيد اوف بيزنس في واحدة من اكبر الكرييتيف كوميونيتيز الموجودة في مصر، شاعرة وكاتبة روائية وبيزنس مايند. لو انت فاكر انك عرفت انت عايز ايه، الحلقة دي علشانك. ده بريك داون شو، صوت من قلب الصورة. قبل ما ابدا خالص يعني بصراحه، قبل ما نتكلم في حاجه، هايدي وهي صغيره هنا في الصوره كانت شايفه هايدي دلوقتي. هايدي وهي صغيره هنا في الصوره كانت صغيره قوي، تقريبا ده عندي سنتين. كان حياتها كلها عباره عن وانا هنا ماسكه ايد بابايا، فعباره عن احنا رايحين نتفسح فين ونلعب ايه وحاجات كده. بس يمكن لو كبرنا شويه ممكن اقول لك لا، انا ما كنتش متخيله ان ده هيبقى التراجكتوري بتاعي حياتي المهنيه. بس انا مبسوطه، يعني انا مبسوطه ان انا شايفه دول جنب بعض. رحله كبيره مش قوي، مش هقعد اقول لك انا قعدت وكافحت وحاولت. انا برضو I came from a privileged background، غيرت حاجات كتير قوي على مدار السنين، وازاي انا رحت من هنا لهنا وكده. بس الارهاق كان ارهاق فكري اكتر ما هو كان ارهاق مادي، اكتر ما هو كان ارهاق جسدي. هو كان هبقى ايه وهبقى ازاي، لان هايدي دي ما كانتش عارفه هي عايزه تطلع ايه لما تكبر. ما كانش في حتى الحاجات الطبيعيه اللي هو مهندسه دكتوره. دكتوره. هو عايزه دكتوره عشان هم قالوا لي لما تكبري بي دكتوره. بعد كده مامتي قالت لي ما تكبري ما تبقيش دكتوره. فحتى ساعتها انا استغربت جدا. عكس طبيعي. هو ده عكس طبيعي. لان احنا عائله والدتي من ناحيتها فيها دكاتره كتير قوي، هي شايفه قد ايه هم بيذاكروا وبيقعدوا يتعبوا وبيرهقوا، ما شاء الله على كل الدكاتره. بس هي ما كانتش عايزاني في السيتويشن ده. ايوه هي كانت عايزاني ان انا برضو ابقى عايشه حياتي. بعديها لما كبرت شويه بابايا قال لي لا ما تبقيش دكتوره. نفس الكلام بس بمنطلق تاني. هو قال لي انا عايزك تبقي 85% في كل حاجه بتعمليها. اوكي. عايزك تبقي 85% في الدراسه، وعايزك تبقي 85% في الشغل، وعايزك تبقي 85% في الحياه، علشان يبقى معاكي كل حاجه. ما يبقاش ان انت قاتله نفسك في حاجه وكل الحاجات التانيه بتقع. بس ده تفكير ناضج جدا، يعني عاده الناس بتبقى عايزك 100% في الدراسه 100% في الشغل. ناضج ومريح وفتح لي انا المنيو بتاعت الحياه اللي انا اجرب براحتي، مفيش ستريس. هما كانوا برضو ستيل اللي هما عايزيني انجح بسرعه. بس انا فعلا فضلت في الاول مش عارفه انا عايزه ابقى ايه. يعني انا غيرت ميجر حوالي مرتين او ثلاثه جوه الجامعه. بغض يعني في ناس تانية لا، هم اتولدوا عايزين يبقوا حاجه وكملوا بقى هم هذه الحاجه وعاشوا حياتهم بيعملوا نفس يعني الحاجه. هو خد قرار عند سن ال4 سنين وتمسك بيه لحد 84 لحد ما كمل عادي. بس انا ما كانش عندي ده. وناس كتير ما عندهاش ده. يعني ناس كتير قوي تفضل تقول انا عايزه ابقى مهندس، انا عايزه ابقى مهندس، انا عايزه ابقى مهندس. بيخش هندسه وهو في ثالثه يقول لي مش عايزه ابقى مهندس. بس الحمد لله كان في حاجات منها بابا وماما ان هم شجعوني ان انا اخد ستيب باك من الحاجات اللي هي الطبيعيه بتاعت مهندس دكتوره، المعلبه اللي هي هو واضحه قوي قوي وان سيلبل جوبز. وقالوا لي تمام عايزه تعالي جربي براحتك. يمكن عشان كده انت تقريبا كنت انترن في حديد عز، كنت معيده في الجامعه. انا كنت انترن في حديد عز، كنت كونتنت رايتر في وقت من الاوقات، كنت انستراكتور. انت رحتي في نواحي مختلفه خالص 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 يعني. علشان ما كنتش عارفه انا عايزه اعمل ايه. وانا في الجامعه اول ما دخلت تخصصت بوليتيكال ساينس، وبعد كده من بوليتيكال ساينس غيرت بقيت ماس كوميونيكيشن، وبعد كده وانا في ماس كوميونيكيشن عملت ماينر رايتنج، وبعد ما خلصت رحت داخله ماجستير انجلش ليتريتشر. فانا في وسط الكلام ده وانا عارفه ايه اللي بيحصل. انا عارفه ان انا بكسر جامد وان انا كده مش عارفه امسك في حاجه معينه. بس انت واخده جرين كارد اللي هو جربي براحتك. مش براحتك قوي برضو. يعني هم قالوا لي جربي، بس هم برضو في نفس الوقت اهلك فاهم. فهيجي مرحله ما خلاص بقى كفايه. هو انت بتجربي ولا انت مش عارفه. ولا انت مذبذبه. which is fair. بس
في نفس الوقت انت محتاج اللي هو at some time تاخد قرار. صح. فتحت حوالي 3 شركات وقفلتهم، وكان في المرحله دي دلوقتي in retrospect هايله واحنا بنتكلم عليها وده انت عملتي وسويتي، وانت في موضوع بيبقى صعب جدا، انت حاسس انك افشل واحد في الدنيا يعني، وانت ان انت بتفتح شركه والشركه بتنجحش وبتقفلها، وانت بتروح تشتغل في حته تقعد فيها سنتين وتمشي، لا انت فاشل. فمهم قوي برضه السيلف توك وحش قوي وقتها. بس at the same time انا ما كنتش مثلا عايزه امسك الكارير الاكاديميك وافضل ماسكه فيه من اوله لاخره، ما كنتش عايزه اخش كوربريتس. يعني انا كان رعبي البدله، مش عايزه البس بدله واروح الشغل كل يوم من الساعه 9 الصبح. مش ده الحلم خالص. ايه الموتيف اللي كان بيحركك علشان تعملي كل ده؟ ان انا عارفه ان هم حوالي 50 سنه 60 سنه of work، وعايزه ان انا ما بقاش كارهه كل يوم الصبح انا رايحه فين. فكنت متفهمه جدا ان انا دلوقتي معايا وقت ومعايا support، حتى لو كان السبورت ده with a little bit of fear، بس معايا support. بعد سن معين مش هيبقى معايا الوقت ده والسبورت ده هيقل طبيعي، which is طبيعي. في هذه الحاله تعالى بقى نقعد هنا شويه صغيرين هنا شويه صغيرين هنا شويه صغيرين لغايه لما حاجه تكلك. انت مش هتعرف ان انت تعرف انت عايز تعمل ايه من غير ما تجربه. صح. فجربت لحد ما خبطت في بزنس ديفلوبمنت يعني، وبجد هي اللي خبطت فيا يعني. وانا في هو التراين ايرور هو اللي جاب هو اللي وداني هنا. لان انا وانا في الجامعه كان اي حد يقول لي خشي بزنس سكول، اقول له بزنس سكول ايه؟ انا مش بتاع بزنس which is hysterical. بزنس يعني بدله، بزنس يعني 9 ل 5، بزنس يعني فاينانس بالنسبه لي كمان يعني. بزنس بالنسبه لي يعني بنك اصلا، حاجه انت مش عايزاها يعني. اكتر حاجه تقريبا كنت بتهربي منها يعني. او عند 18 سنه حد يقول لك خش وانت بتكره البدله وبتكره الكوربريتس، ويقول لك تعالى خش بزنس عشان تلبس بدله وتنزل تروح البنك الصبح. تلقاش دمر. فلا ما كانش فيه بزنس اوبشنز في دماغي لغايه لما بقيت بزنس. طيب خلينا كده يعني ناخدها بالترتيب. يعني المرحله بتاعه التجربه هل هي كانت موجوده من قبل الجامعه ولا هي كانت موجوده بس في الجامعه الميجرز الكتير اللي انت غيرتيهم؟ قبل الجامعه كنت ثانويه عامه، كانش في حد عنده اوبشن تجربه حاجه at this point. كانش في مساحه. هو انت تبقى طفل لسه يعني 16 17 سنه. لان انا برضو كان مدرستي اللي هي من غير 6 ابتدائي، فانا متخرجه من مدرسه 17 سنه صغيره. فانت مفيش اوبشن، انت بتذاكر وبتقعد مع اصحابك شويه وتكتشف انت مين يعني. مفيش بدري قوي كان بالنسبه لي. طبعا ممكن دلوقتي ناس عندهم 17 سنه يفتحوا بزنس ما شاء الله عليهم وينجحوا فيها، لكن انا at the time ما كانش فيه الاوبشن ده خالص في دماغي. بس حتى لا يعني من ناحيه مثلا الرياضه تلعبي مثلا العاب مختلفه، الهوبيز ده الطبيعي يعني. ده كان ساعتها انت بتذاكري تلعبي رياضه. كنت ساكنه قريب جدا من النادي، كنت بنزل امشي خطوتين اروح توصلي. كان في الكتابه دي بادئه معايا من وانا عندي 14 سنه. فدي الحاجات اللي هي كانت بالنسبه لي تتعمل في اليوم، ما كانتش لسه متبلوره في حته انا عايزه ابقى كذا. يمكن موضوع الكتابه اللي هو كان نفسي at some point تكتبي، ان انا انشر كتاب وان انا اكتب حاجه الناس تقراها وكده، بس برضه ما كانش الموضوع متبلور قوي في دماغي. كنت بحب اقرا جدا بس ما كانش لسه اللي هو هنعمل ده. مراحل مختلفه بسرعه قوي. طيب الجامعه بقى ما هو احنا بقى واحنا في الجامعه دايما يعني دلوقتي الموضوع بقى مفهوم اكتر. ان في حد بيغير الميجر بتاعه وبيروح. دلوقتي الموضوع منفتح. انت معاك اوبشنز ان انت الاونلاين از ايزير. طيب الناس اللي حواليكي ما كانش فيه الحته بتاعت هايدي هو انت ليه عماله تغيري كل الميجرز دي؟ حواليا كانوا قدي. احنا كلنا كنا في مرحله احنا مين وبنعمل ايه وبنكبر مع بعض ازاي. طبعا في عندي اصدقاء ليا برضو دخل الهندسه وهو شاطر في الهندسه ودلوقتي ما شاء الله دلوقتي بيشتغل بره في احدى الشركات العالميه المشهوره جدا، وفي اللي دخلت بزنس وكملت في بزنس، وفي اللي دخلت بزنس وكملت في بزنس ودخلت كوربريت وقفلت موضوع كوربريت ده تماما وفتحت دلوقتي شركتها. وفتحه شركه مالهاش اي علاقه باللي هي كانت بتعملها. ففي كل حاجه كلنا كنا بنكتشف نفسنا قوي. ما كانش حد مركز لا انت بتروحي الانترنشيب دي وبعد كده غيرتي الميجر ده. كل واحد كان مركز في نفسه، عايز يعمل ايه، بيكتشف نفسه ازاي. كنا اللي هو بنعيش اللي هو احنا صحاب وبنحاول ان احنا نبقى كويسين مع بعض، بس ما كانش فيها لسه اللي هو تعالوا نقعد نشوف هنعمل ايه. ما حدش كده.
at صح. 17. ما حدش كده at 17. كلنا عايزين نبقى حاجه. بنجرب. فحتى لو حد جه قال لك اصل وانا عندي 17 سنه قررت ابقى entrepreneur. no. محدش عارف نفسه قوي للدرجه دي يعني، هو عنده 17 سنه. صعب قوي. الحياه is more realistic. طيب في الرحله بتاعت اكتشافك لنفسك دي، انت اول بروجكت تقريبا عملتيه كان The Word Project، مشروع كلمه. فالبروجكت ده انت عملتيه ليه؟ pure selfish reasons. انا سيلفش. انا كنت بحب جدا كتابه الشعر. من وانا صغيره انا كنت بكتب فانتسي وشعر، هما دول التو كايندز اوف رايتنج اللي انا كنت بعملهم. وبعدين اكتشفت حاجه اسمها spoken word poetry. خدت بقى يوتيوب، هو ده اللي كان السوشيال ميديا فيجوالز الوحيد اللي موجود. فانت تخش تلاقي في امريكا حاجه اسمها The Bowery Poetry Club. تروح تشوف حاجات اللي بتحصل في انجلترا، تلاقي اسامي مشهوره جدا للسلام بوتس موجوده كتير وفي جميع انحاء العالم. ادور عليها في مصر مش موجود. فتمام، طب ما هو مش موجوده نعملها. حلو. روح مبادره عاليه قوي. يعني انا عايزه ان انا اقف قدام ميكروفون واقول الشعر بتاعي اللي بيتقال بطريقه معينه. طيب اكيد ما دام انا عندي الطلب ده يبقى في ناس عندها الطلب ده. يعني اكيد مهم قوي تبقى عارف ان uniqueness is impossible. انت ما دام انت عايز تعمل حاجه فاكيد في حد عايز يعمل. في 60,000 واحد عايز يعمل هذه الحاجه، واحنا 8 مليار بني ادم على وجه الارض. بس مين اللي هيعملها في الاخر؟ بقى هو البايونير اللي عملها، اللي خد الخطوه، اللي حط رجله في الموضوع بذل فيه مجهود، بقى هو اللي طلع الفكره. بس في 60,000 واحد طلع الفكره قبلك. فانا قلت تمام انا عايزه اعمل الموضوع ده. فاحنا هنروح مكان في الزمالك اسمه صوفي. هنسالهم يا جماعه انتوا بتعملوا هنا ايفنتس؟ قالوا لي قلت لهم هايل، ممكن اعمل ايفنت هنا يوم السبت الجاي. يعني الموضوع بجد مشيت بالبساطه دي. كان واحده صاحبتي قاعده جنبي قالت لي ده انا اعرف واحد شاطر قوي في الجرافيك ديزاين، ممكن يعمل لنا بوستر صغير. عملنا بوستر صغير علقناه قدام صوفي، حطيناه على فيسبوك، عملنا ايفنت صغيره. 70 واحد جه. واو، ناس كتير. 70 واحد جه لمكان لسه ملوش اسمه، ما حدش يعرفني ولا انا اعرفهم، وريجسترد ان هم يتكلموا. ووقفوا منهم حوالي 10 12 واحد طلعوا الاخر يقولوا الشعر بتاعهم مقروء من نوت بوكس هم كانوا كاتبينها من زمان ومش عارفين يعملوا بيها. انت اديتي مساحه للناس ان هي تعبر عن نفسها بالطريقه بتاعتها. انا متخيله ان في 10 لا تقلوا من 70 واحد وناس جاهزه ومعاها حاجات تقراها وتقولها وتنبسط بيها. ودلوقتي في منهم، يعني اول واحده وقفت على الستيج بتاع مشروع كلمه اسمها ندى موصوف. هي دلوقتي بتشتغل از بروديوسر شاطره جدا، وهي كانت شغاله من التيم بتوع افتتاح متحف مصر الكبير. ما شاء الله. التراجكتوري بتاعها كان معاه، يعني كان جزء منه. انت شفتيه؟ شفته. يعني كنت حاضراه. ناس كتير جدا انا شفت عملوا حاجه. لا انا شفت معاهم ان هم خدوا تشانس اون حاجه صغيره اسمها مشروع كلمه بتتعمل مره كل 3 شهور في ابوكيت في القاهره، وجم وبقينا اصحاب وبقينا نعمل الموضوع ده مع بعض. طيب في المرحله دي انت كنت بتعملي ده ان هي هوايه؟ يعني انت بتكتبي الشعر بتاعك في نوت بوكس زي الناس حتى اللي كانت بتحضر، وانا بس عايزه اقول للناس ان انا بعمل كده. انا بس عايزه اقول للناس ان في حاجه كده، وان انا عايزه اقف معاكم 5 دقايق اقول انا الشعر بتاعي، واسمح لمساحه 3 ساعات لناس تقول الشعر بتاعها. وبعدين الموضوع ابتدى الناس تبعت لي تقول لي طيب هو انا ممكن العب مزيكا؟ ده دي فكره. نعمل انترميشنز مزيكا، بقت سيف سبيس ان هما ناس تجيب جيتار وتلعب مزيكا. طيب هو انا بحاول ابقى ستاند اب كوميديان، ممكن اعمل ستاند اب كوميدي في النص؟ طبعا ممكن تعمل ستاند اب كوميدي في النص. ايه الحلاوه دي؟ تعالى اعمل ستاند اب كوميدي في النص. طب انا رابر، عايز ان انا اعمل راب انستد اوف شعر. تيجي نسمعه؟ ليه لا. فابتدى ان هو بقت performance arts باشكالها مختلفه كتير. it grew out of my hand. خلاص انا بقى
حطيت الكورنر ستون بتاع الموضوع مم. وهم خلوه حاجه اكبر مني ومن الناس اللي معايا، وانا كان الموضوع كله based on volunteering، هو ما كانش فيه اي ربح. صح. فالتيم اللي كان موجود كلهم كانوا volunteers، الناس اللي كانت بتعمل معايا الايفنتس كلهم كانوا volunteers، حتى الجرافيك ديزاينر اللي كان بيعمل لنا الارت ورك الهي اللي كان بيتعامل معانا اسمه فولنتير برضه. كل الحاجات كانت عمل تطوعي من الناس بتحاول تعمل حابين حاجه، الموضوع. فما كانش بيزنس. ما كانش بيزنس لحد ما كان نفسي يبقى بيزنس، وبعدين انا at the time ما كنتش بفهم فيه، كنت بفهم في البيزنس، فما عرفتش ابيفت، ما عرفتش ان انا اوصل ان هو how does this make money، تعملي له ريفورميليشن ان هو وتكسبي منه ينفع فلوس. بيزنس. هو كان بيبقى فيه تيكتنج صغير، والتيكتنج ده يدوب بيصرف على الحاجات اللي هي بنعرف نجيبها، هنجيب بقى equipment، هنعمل مش عارفه بس حاجات بسيطه قوي من الكتابه، وحاجه كلها فولنتيرنج وما فيهاش اي نوع من البيزنس، وانت شخص وقتها شايف ان البيزنس ده مش هو تمر السنين وتبقي هيد اوف بيزنس شغاله في كل البيزنس دلوقتي. ف ايه اللي حصل خلى ده الاثنين دول يتقابلوا مع بعض؟ تقريبا احنا يقول لك انت مجموع كل تجاربك الحياتيه، فاللي حصل من اول كلمه ما كانتش هي الوحيده اللي انا عملتها كبزنس، عملت حاجه بعد كده اسمها سكوير 1، وده كان المفروض يبقى اي كوميرس. وبعدين اشتغلت مع شركه كبيره ليها علاقه بالقهوه، حاولت ان انا اعمل حاجه ليها علاقه بالقهوه. بعد كده دخلت لمده بسيطه في شركه اعلانات كشريك. كل الحاجات دي علمتني اجزاء من ان انت تعمل حاجه، مش البيزنس سايد بس، ان انت تنشئ شركات او ان انت تحاول ان انت تقوم حاجه من الارض حتى لو ما قامتش في الاخر. بعدين في فتره كده معينه كنت انا وقفت كل الحاجات دي كلها لان انا كنت مركزه على الماجستير. ومن مشروع كلمه، ومن الناس عارفه مشروع كلمه، رايز اب كلموني في التليفون قالوا لي عايزينك تيجي مودريتور في بانل في رايز اب 2018. تحفه. 2018 تمام. شوف هيبقى معاكي 4 على الستيج، منهم هيمن ومصطفى شراره و مش فاكره اي ثينك عشان منصور، بس يعني معاكي 4 على الستيج. يلا بينا. حضرنا اسئله، كلمتهم في التليفون، مساء الخير، رقمهم معايا، قابلكم يوم الجمعه الصبح في جريك كامبس، يلا بينا. قعدنا عملنا البانل اللي كانت هايله، تعرفت عليهم كلهم، ناس كانت هايله، انبسطنا جدا. وبالنسبه لي ده كان اخر موضوع، روحت. بعديها ابتديت ان انا ومصطفى شراره نعمل لبعض قاعده على انستجرام، انا بتابع اكسكيوز ماي كونتنت جدا، بشوف هما بيعملوا ايه، كانوا بيعملوا حاجات بالنسبه لي ليها معنى ومفهومه ومختلفه وفاليو دريفن جدا. فبعد ما خلصت الماجستير ابتديت ان انا ابص حواليا اشوف انا عايزه اعمل ايه، فبعت لمصطفى على انستجرام قلت له انا عايز اشتغل معاك. هل انا عارفه انا عايز اشتغل ايه معاك؟ هل فاهم؟ فهو قال لي تمام، احنا كده كده عندنا في فكره في دماغنا، خليني انا هكلمك. عدى تقريبا معظم الصيف، لقيته باعت لي بيقول لي ممكن نعمل معاكي انترفيو، تبعت لي سي في ممكن معاكي انترفيو، احنا عايزين بزنس ديفلوبر في اكسكيوز ماي كونتنت. كانش عندك مشكله وقتها؟ انا كنت عايزه اجرب برضه، انا كنت لسه في مرحله تعالى نكسر حاجه، عايزه اشوف انا ممكن ابقى بعمل ايه. نزلت عملت الانترفيو معاه هو عمر حريز الكو فاوندر. بعد كده روحت كلموني تاني، بصي احنا مش عايزينك في اكسكيوز ماي كونتنت. اوكي احنا عندنا فكره عايزين نعملها، الفكره دي لسه ملهاش اسم، بس الفكره دي اكس واي زي. اوكي ده اللي بيحصل معايا. هم شافوا روح المبادره اللي موجوده عندك شكلها كان عامل ازاي؟ انا ما اعرفش هم شافوا ايه، انا رحت عملت الانترفيو وبعدين لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي من اللي احنا شايفينه من اللي عملتيه كمان with كلمه and the community اللي انت بنيتيه في كلمه، عايزين نشتغل معاكي. اي ثينك كان ساعتها شراره قال لي احنا عايزينك تبقي البروجكت مانجر بتاع واو حلو بتاع البروجكت اللي احنا بنعمله. قلت له ساوندز فان، تعالى انا معاك، يلا بينا، تعالى نجرب نشوف هنعمل ايه. من بعديها
يعني التيم كان ساعتها مصطفى شرارة، عمر حريز، هايدي، نانسي الطاهر، بعديها بشهرين مريم زاهر. وده كان الشركة كله. احنا we're trying to ان احنا نقوم الموضوع ده just صح ده حقيقي. هنلونش 2019 رايز اب، عملنا اللونش 2020 جت، عملنا ورشتين في جرين كامبس ويوم توكس. مارس جه هقعدوا في البيت، كورونا كان عندنا كورونا كله. هنقعد يا جماعه في البيت. انا فاكره قوي الموضوع ده، احنا كنا في المكتب وجايبين اكل وبنتغدى، وجماعه احنا احتمال نقعد في البيت اسبوعين. طبعا مش اسبوعين يعني. تعرف تشتغلوا في البيت اسبوعين؟ شويه اسبوعين. انا في البيت سنتين طبعا. بس فمن ساعتها لما ابتدى ان سينك يبقى تتعرف اكتر والكوميونتي تكبر، ابتدينا ان احنا ما نبقاش كلنا جنراليستس، ابتدينا ان احنا نبقى شويه سبيشاليستس. فمصطفى قعد معايا وقال لي تمام، احنا دلوقتي الموضوع مش محتاج بروجكت مانجر، بس انا شايف ان انتي ماشيه كويس قوي when it comes to making deals. تعالي اما نذاكر انا وانتي بزنس ونشوف لو عجبك كملي فيه. making deals يعني opening deals، ان انا اتكلم مع حد وان انا اتفق معاه ان احنا هنشتغل مع بعض بالطريقه معينه. انا بعملها كان جزء من الكل. بس بصراحه كان اكتر حاجه بستمتع بيها وانا بتكلم اللي هو تعالى ما نكلم رايزك ونشوف ان احنا هنشتغل معاهم ازاي. تعالى هي ستيل نفس الكور بتاعتك اللي في الاول خالص، اللي هي بتاعت ان انا عايزه اجرب. فانتي عندك المساحه دي كل يوم، فبنجرب ناس جديده بتجربي بتتكلمي. وكان برضو البريفليج اوف المساحه. ان شراره وحريز قالوا لي روحي شوفي الموضوع ده نجرب. قعدنا سنه ونص نشرح للناس سينك ايه، اللي هو ايه بتعملوا ايه ده. لحد ما لقيت نفسي جست ماسكه البيزنس. بحاول ان انا اقول يا رب انا مش عارفه هعمل ازاي بجد. يعني انا بس يعني ثانكس جاد هي مش من 9 ل 5. هي مش من 9 ل 5 بس هي من 12 ل 12 بس انا فعلا فاكره قوي وانا قاعده اقول يا رب انا مش عارفه انا هعرف اعمل البتاع ده ولا لا. وبرده دلوقتي in retrospect بس انا عملت بيزنس بس الله لذيذ. الله لذيذ. بس انا الخوف بتاع انا ما اعرفش انا هفلح فيه ولا لا كان موجود في الاول اتليست طبعا. فلحت. وده اللذيذ مش مجرد ان هو فلحت، ان انا حبيته. يعني هو انا انبسطت جدا ان انا بشوف tangible evidence of my work بيحصل يوم عن يوم بشكل ملحوظ، وان انا عارفه ده بيعمل ايه، وان دلوقتي انا بالنسبه لي business is the bread and butter بس انا حاسس ان انتي بتدوري قوي 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 على التشالنج دايما. يعني عملتي بروجكتس كتير، وانس ان البروجكتس بقى ليها شكل وليها بتشوفي حاجه تانية ممكن تبقى فيها تجربه جديده. انا من الحاجات اللي على طول بحب اعملها ان انا ابقى beginner في حاجات، ان ما بقاش بزهق من حته ان انا the smallest person or the dumbest person in the room actually. فاللي هو لما انت بتوصل لمرحله ان انت فهمت ده بتروح للي بعده عشان مبدئيا ما تزهقش. تاني حاجه لو انت شايف ان انت اشطر واحد في الكوكب فلا تبقاش، ما ينفعش، ما فيش حد اشطر واحد في الكوكب. لا ده حقيقي. فبحاول ان هو مش مجرد ان هو تشالنج، بس انا بحب اتعلم. واللذيذ في البيزنس ديفلوبمنت ان انت بتتعلم constantly. مفيش اوبشن ان انت خلاص شربت كل حاجه ليها علاقه بالموضوع. احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده في المكتب، قلت انا لحد دلوقتي كل يوم بتعلم حاجه، وده اللي يخليك excited about the work. انتي حاليا بتكتبي روايتك الاولى، واحنا لو بنفكر بزنس هنقول ركزي في البزنس صح. فايه اللي مخليكي رايحه الناحيه دي؟ هل هي نوستالجيا من حاجه انت عملتيها زمان من مشروع كلمه، ولا الدافع بتاعها جاي منين؟ هقول لك، وزي ما قلت لك انا ابتديت اكتب من وانا عندي 14 سنه، وبعد كده خدت الماجستير في الادب الانجليزي مقارن. فاصلا كان كله عباره عن نيش قوي، كتابه وليتريتشر ونذاكر ارسطوطل وسوقراطيس ونفس الوقت جابرييل غارسيا ماركيز وكل الحاجات. انا بحب اكتب جدا، ودي كانت حاجه انا سبتها تحت شعار برضو
الضغط اللي بيحصل حواليا بتاع هو ده هيفيد بايه. مم. فاهم قصدي؟ دلوقتي الحمد لله معايا الحاجه بتاعت البيزنس اللي بتفيدني اون كابيتالستيك ليفل، حتى لو عايزين ان احنا نقولها، او على نطاق الشغل او على نطاق ان انا بطلع فيه قدام. بس انا بحب ده قوي. يعني انت من حقك ان انت تحب حاجه طبعا. مش مربحه ماليا على الاقل دلوقتي. ده لا يعني ان هي حاجه فاشله، صح. بس ان انت تعمل حاجه ليك مخصوصه بتاعتك مهمه قوي عشان بس تحس انك عايش. هل سهل؟ اصعب حاجه انا تقريبا عملتها في حياتي هي ان انا اكتب روايه من اولها لاخرها. واللذيذ فيها ان انت خلاص ما دام انت هتبتدي تعمل كده، هو مفيش حاجه اسمها ان انا بكتب روايه. هو انا دلوقتي بحاول ابقى كاتبه روايات. يعني الروايه دي تخلص هنخش في الروايه بعدها، هنخش في الروايه بعدها، هنخش في الروايه بعدها. بس ده براكتس لطيف قوي. يعني جيمس كلير حتى كان اتكلم عنه في اتوميك هابتس، ان ادي نفسك الحته بتاعت ان انا ام رايتر، انا مش بكتب روايتي الاولى. بالظبط. انا دلوقتي بحب اقول على نفسي ام ان اوثر. authors usually بيتقال عليه author لما بينشر له كتاب، بس انا بقول على نفسي ام ان author باعتبار ان شاء الله ما سيكون ان شاء الله. ولكن اللي انا بحاول اعمله هو ان دي حاجتي انا، دي بتاعتي انا. عايزه يبقى في روايات مكتوب عليها اسمي، حد في اخر الدنيا مسكها وقراها وتواصل معاها. انت مش متخيل the art of writing قد ايه is an art of communication. انا هكتب حاجه وانا قاعده هنا في القاهره سنه hopefully 2026 تنشر، وحد ممكن في اليابان يقراها مترجمه ويكونكت. communication في حاجه زي دي is maybe بالنسبه لي the best form of art. ده حقيقي. فعشان كده انا عايزه اعمل. كان دايما بيقولوا ان الحياه بتتفهم من الماضي. انا حاسس ان كل الحاجات اللي انت كنتي بتعمليها، كل تراين ايرورز دي فيها كور فاليو، وهي بتاعت ان انت عايزه تساعدي حد، عايزه تكومينيكيتي مع حد. دايما فيها تواصل مع شخص، مش شغل على لابتوب بتعمليه وتخلصي وتمشي. لا، هو الروايه كوميونيكيشن، البيزنس كوميونيكيشن، خصوصا كمان انه بيساعد الناس ان هي تجرو. لما كنتي انستراكتور كوميونيكيشن، مشروع كلمه كوميونيكيشن، فتفتكري كوميونيكيشن هي يعني واحده من الكور فاليوز بتاعتك؟ ممكن ما نقولش عليها كوميونيكيشن، ممكن نقول عليها كونكشن. هي الفكره في كوميونيكيشن انت مجرد ان انا اتكلم معاك وان انا تكونكت وذ يو على ليفل معين، ان احنا نلاقي اتنين بني ادمين بيحبوا حاجه معينه او بيحبوا يعملوا الاكشن المعين. think maybe هو ده اللي يكون اللي بيحرك. انا بدور عليها في شغلي من زمان. موضوع المساعده ما جاش مني انا فقط، فانا ما اقدرش ان انا اخد الكريدت بتاعه لوحدي. انا عندي صديق ليا كان بيساعد ناس في حاجات صعبه عليه جدا بدون اي مقابل، اتعلمت ده منه. عندي والدي والدتي هما اللي قالوا لي ان في حاجه اسمها زكاه العمل، فلازم ان احنا نعملها، فيبقى في مساعده من الناحيه دي. عندي ناس ساعدتني شفتها ما كانش في اي ارباح هتيجي ليهم دايركتلي من ان هم يساعدوني. بحاول ان انا اريبليكيت الكلام ده، ومش اللي هو اصلا انا بحب اساعد الناس، بس بحس ان هو ده بيطلعك انت كبني ادم قدام كل ما بتساعد حد. واللذيذ فيه بقى ان ده اللي برضو مخلي سينك حاجه بالنسبه لنا كلنا مفيده. تفتكري ايه اكتر حاجه اثرت فيكي في رحلتك كلها خليتك تطلعي بهذه الكاركتر؟ اكتر حاجه يعني one thing. براحتك طبعا، لو في اكتر من حاجه يعني يا ريت. احب اعرف. يعني هو ان انا فشلت في كذا حاجه ده نشفني جدا. بحس ان لو حد ما فشلش في حياته قبل كده وفشل اللي هو هتقعد شويه حاسس ان انت مش نافع. مش الدنيا مش ظابطه يعني مش موضوع الدنيا مش ظابطه، ان انا مش عارفه اظبطها. ده كاركتر بيلدينج من نوع اخر ما بيحصلش غير very subjectively لكل واحد بيحصل له الموضوع ده.
بس طبعا ده مش هيحصل غير من التجربه. مش هيحصل غير من التجربه، ومش هيحصل غير من ان انت تسمح لنفسك ان انت تقف في سيتويشن انت مش شاطر فيه. وتواجه نفسك وتعترف ممكن بده كمان. يعني الاعتراف هيجي منك فيك من غير ما تقصد. ما اعتقدش ان في حد ممكن كده هيحصل. انت ما تعتقدش ان في حد ممكن يفشل كل مره او المرتين ثلاثه اللي هيفشل فيهم قبل ما ينجح بعد كده كل مره يلوم المجتمع والراجل اللي هناك ده والظروف. at some point هتقف تقول ما انا برضو في حاجه انا عاملها غلط، تعالى ما اغيرها. taking feedback مهم جدا، ان انت تقعد مع نفسك كل فتره زمنيه حددها انت، مش لازم بقى كل يوم واحد من السنه. انت تقعد مع نفسك تقول انا محتاج اشتغل على ايه. من اول هل انا محتاج ان انا ابقى شاطر في الاكسل، لحد هل انا محتاج ان انا ابقى مش عصبي، لحد هل انا محتاج العب رياضه عشان صحتي تبقى احسن، عشان بس نفسيتي تبقى احسن. اي اسبكت من اكبر حاجه لاصغر حاجه في كل برضو احنا الحياه بتسحلنا، فتلاقي ان انت بتعمل نفس الحاجه كل يوم بنفس الطريقه ومش بتغير. فانت لما مش هتغير مش هتلاقي ريزلت، مش ده الطبيعي، ومش هتعيش الفيزياء يعني. مش بس انبوت واحد هيطلع لك اوتبوت واحد. صح. فلازم تقعد مع نفسك من غير ما حد يقولك على فكره انت الحته دي مش ظابطه، لان ممكن محدش يجي يعمل لك كده. فانت محتاج ان انت تقعد تراجع الدنيا، تدي نفسك يقوم فيدباك وبعد تشتغل عليه. في الطريق ده بقى كله يعني في عايزين نعمل وعايزين تراي اند ايرور وعايزين نجرب، بس دايما في اللحظات اللي هي بتاعت انا مش عايز اكمل. يا خبر كتير. بس ساعتها بقى بيبقى سبورت سيستم هو اللي بيساعد معانا قوي. يعني انت برضو الرحله مش فرديه للاسف. الناس كلها بتقول لك الرحله فرديه، الكلام ده غلط جدا، ملوش معنى. يعني اول حاجه spiritually انت لازم تبقى متاكد ان ربنا معاك. ربنا معاك لو انت في اليوم الوحش، وربنا معاك لو انت في اليوم الحلو، ربنا معاك على طول. تاني حاجه انت لازم تدور دنيويا بقى على الناس اللي حواليك اللي عايزين مصلحتك بجد، مش اللي بيقولوا عايزين مصلحتك، اللي اكشلي عايزين مصلحتك، اللي عشان عايزين مصلحتك هيقولوا لك الكلمه اللي مش عاجباك. صح. هل دي الفيدباك الحقيقي تبقى اهلنا، هل ممكن تبقى اصحابنا، ممكن تبقى حد قابلناه على النت وما نعرفوش قوي. بس لازم يبقى البني ادم ده عايز مصلحته ومش خسران او كسبان من الموضوع ده، ولما تيجي تساله في حاجه يقول لك رايه الصريح الصدق حتى لو هيزعلك. tough love sometimes بيبقى احسن حاجه. بس يبقى سبورت، يقول لك بس ان انا موجود. يبقى انا مش حاسه ان انا واقفه في الطريق ده لوحدي. لما تروح وتبقى انت مضغوط وحاسس ان انت فوق دماغك 60,000 حاجه ومش عارف تعمل فيها ايه، لازم تفصصها مع حد. لازم تتكلم وتقول انا بنعمل 1 2 3. كان هبقى منتور ده بالنسبه لك يشرح لك لا ما احنا هنحلها كده. صح. بس اصل انا هعافر وهعمل الشعارات هايله، بس الشعارات ما بتوديش حد حته. صح. التنفيذ اصعب بكتير. والتنفيذ محتاج ابيليتي. ما ينفعش ان انت تعمل ده بدون الوان داي شوتس بتاعت الاعلانات. المخرج هو اللي عملها؟ اكيد لا طبعا. في 60,000 واحد اون سيت هم اللي عملوه. صح. بس لما حد يعني ما فيش حد يقدر يقول انا عملت وانا سويت وانا مفيش كلام ده. مش في ناس معاك موجودين يا اما ظاهريا او باطنيا موجودين. بس هم انتوا السبورت بيساعدنا كتير قوي ان احنا نروح لمناطق ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نروح لها، يخلينا ناخد انيشيتيفز كبيره قوي حتى لو احنا عندنا الانيشيتيف دي. بس كان في بقى اللحظه بتاعت ان انت رايحه تاخدي انيشيتيف وانت بتحبي تتراي اند ايرور، وكنتي بتقنعي الناس بيكي بمختلف يعني مختلف الاوقات ومراحل. ازاي كنتي بتقدري تقنعي الناس بيكي في كل مره بالاشكال المختلفه دي؟ والله ما كانوش بيقتنعوا كل مره. هو انت بس هقول لك على حاجه، وانا في الجامعه انا كنت بخاف جدا من البرزنتيشن دي. كنت بترعش وانا طالعه بريزنت. دي برضو من الحاجات اللي في مره من المرات قعدت مع نفسي محتاجين نغير الموضوع ده. مش نافع ان انا كل ما اجي اقف قدام 4 قاعدين جنب بعض اترعش. ما كانش اسمها بقى بيتشنج، كان اسمها الاول كلاس برزنتيشن، وبعد كده بقى اسمها ان احنا بنعمل برزنتيشن في الشغل علشان
ادوني تاسك صغير سنس ان انا انترن عايزين يسحلوني فيه عشان امشي من الدرجه. وبعدين بقى طيب احنا عايزين نعمل حاجه فانا لازم افضل اتكلم عليها. وبعدين بتتكلم عن الحاجه مره عماله تكبر يعني. بتتكلم عليها مره والكلمتين دول ما نفعوش فهنغير ترتيبهم نتكلم عليها تاني. النص الاولاني نفع تعالى هنخلي نغير في النص النص الاولاني ونخلي النص التاني. طيب احنا محتاجين فيجوالز مع الموضوع ده. طب احنا عملنا قبل كده سابقه اعمال في الموضوع ده تعالى نحطها في فيجوالز ونتكلم عليها with visual representation of what we're talking about. وبعدين خلاص انا حفظتها فانا بقيت ان انا اقدر اعمل اللي هو ما يسمى بالاليفيتور بيتش بسرعه جدا. اقدر 10 ثواني هفهمك انا ايه واعمل ايه. وبعدين هقدر ان انا اعرف ان انا اطلع منك انت المعلومه اللي انا بعد كده هعرف اتكلم معاك عليها. practice makes progress. فانت كل ما بتعمل الحاجه كتير هتبقى اشطر صح مع الوقت دايما. طيب في رحلتك انت حاجات كتير قوي بداتيها فروم سكراتش من بدايتها خالص. ففكره ان حاجه تطلع فروم سكراتش حاجه ما اتعملتش قبل كده it needs a huge مجهود. محتاجه مجهود كبير قوي قوي عشان تعرف تطلع. فانت ازاي كنتي بتقدري تشوفي الحاجه فروم سكراتش عشان توصل لان هي تبقى حاجه موجوده؟ مش مشكله حاجه موجوده حلوه ولا وحشه بس حاجه موجوده. اوكي عارف الترند اللي هو delusion بس sometimes delusion works. واعتقد ان اي حد عمل اي حاجه صغيره او كبيره بس فعلا خدها من 0 الى 1 كان delusional to an extent. لان ما دام هي مش موجوده حتى لو هي بنتكلم على بلاش كل الاسامي اللي احنا قلناها في الحاجات دي شركه اعلانات. في كام شركه اعلانات في القاهره بس كتير صح. ايه اللي يخلي واحد يفتح شركه اعلانات اللي هي ال 10000 واحد؟ delusion. انت عندك حلم وثبت هنا في مخك ومش طالع مش هيروح حته فانت بتبذل فيه مجهود قدر المستطاع. انت في لازم انا شايفه علشان تعمل اي حاجه انت شايفها كبيره you have to be obsessed. دي سنه بسيطه مش obsessed ان انت نخش المستشفى مجانين. ايوه ان انت تسيب حياتك كلها وتسيب كل حاجه وتعمل ده لا طبعا. بس obsession اللي هو انت بتصحى الصبح تقول انا عايزه اعملها. لان هو ده اللي يخلي 2 شركاء عندهم اوريدي شركه اعلانات يعملوا شركه تانية يقولوا لا احنا عايزين نعلم الناس ازاي يبقوا كريتيف. ده اللي يخلي واحده تصحى بدري عن شغلها تقعد تكتب في روايه محدش فاهم هي بتكتبها ليه. ده اللي يخلي واحد زي رامز يوسف يعمل حاجه ليها علاقه باللعب. انا هعمل ايفنتس ناس تلعب فيها. هخلي ناس جرون ادلتس جوه قاعدين مع شاشين جوه الثلاثينات بكل شياكه يجوا يلعبوا literally rock paper scissors وحاجات لعب اطفال. في touch of obsession بالحاجه اللي انت نفسك تعملها واقتناع منك فيك انك تقدر. again اللي انا لسه قايله ده شعار بس لما هيتقسم على شغل يومي مستمر هيبقى دايما في بروجرس في دايما حاجه بتحصل try and error بس it's not just try and error. it's small consistent steps. وهو ده اللي بيفرق. a plan حتى لو هتغيرها بس small consistent steps. ما حدش يقدر يكتب رواية في 10 أيام ما بينامهمش بس يقدر يكتب رواية كل يوم ساعة على مدار سنة. اللي ما بيعملوش هم اللي بيزهقوا. اللي ما بيعملوش هم اللي بيخلوا نفسهم بيملوا. مش مجرد ملل هم بيقنطوا يعني مش قدها مش عمرها ما تشتغل مش هتعمل مش هبذل فيها مجهود تاني يعني ما انا بقالي سنه شغاله عليها وما جراليش حاجه. small consistent steps. اي حاجه جديده small consistent steps. اي حد هينزل النهارده هيمشي 10 دقايق بكره هيمشي 15 بعده هيمشي نص ساعه عشان صحته small consistent steps. اللي فهم الفورمولا بتاعت small consistent steps هو دلوقتي اللي بيعمل حاجات كبيره وبيعرف يعملها وبيعرف يعملها. طيب مش ممكن اوقات الاوبسيشن بتاعنا ممكن يروح لحته ان خلاص هي فعلا بتفيل هي بايظه هي مش نافعه وانا مكمل عشان انا عندي اوبسيشن فيها بس هي خلاص هي وصلت للاخر. هنا انت it failed هتبيفت
وتغير شكلها عشان تعملها هي بس تبقى ناجحه، مم. ولا بتفيل بس انا مش هغير فيها حرف، يبقى انا كده مجنون. مم. يعني هي ده definition of insanity. same thing expecting different results. مم. لو انت بتعمل نفس الحاجه وفشلت، وبعد كده عملتها نفسها تاني وفشلت، وبعد كده عملتها تالت وفشلت، وستيل مصمم تعملها بنفس الطريقه، انا اسفه جدا، انت مش عندك هينفع. مشكله. مش هينفع. انت obsessed بالفيجن، بالاند ريزلت، وبعد كده انت بتوصل بالشكل اللي ينفع توصل بيه. مم. لكن انت هتوبسس بان دي طريقتي ودي الطريقه الوحيده اللي انا هعمل بيها الحاجه، مش هتوصل. انت بتوبسس بهنا مم. وبتبيفت هنا، لكن انت بتوبسس بدي اللي تحت رجلك وبعد كده دي اللي تحت رجلك، مش توصل. مم. لازم يبقى شايف الاند جول. لازم شايف اند جول وعايز توصل له بشكل او باخر، بس بشكل او باخر، مم. مش بالشكل اللي انا خدته في دماغي صح. بس. مم. لازم يبقى عندي مرونة. واي مرونه ثانيه. لازم عندي مرونه. مم. لازم يبقى عندي اللي هو دي مش نافعه عشان كده، طب ما نجرب ده. مم. طب انا هزعل لغايه يوم الجمعه مم. عشان دي ما اشتغلتش، بس السبت هنصحى نشوف ايه تاني هتعمل. مم. طب انا امتى بقى يعني وين تو ليت جو؟ امتى انا اقول خلاص انا مش بيبقى الداتا قدامك بتقول ان هو مش شغال. مم. الداتا قدامك بتقول ان مشروع كلمه، حاجه صغيره مش هتبقى بزنس مم. كبير، الاهتمام بيها محدد لناس معينه، جربنا ان احنا نبيفت وما نفعش. مم. شكرا يا مشروع كلمه، انا استفدت جدا منك، والناس اللي اشتغلوا معايا استفادوا، والناس اللي وقفوا على المسرح استفادوا، وقتك جه وخلص. مم. هل انا بطلت اكتب؟ لا. مم. هل انا بطلت ابقى عايزه ان الكتابه يبقى ليها جزء في حياتي؟ لا، بس غيرت الطريقه. طبعا. فهو ده فلكسبيليتي وخدت شكل مختلف. المرونه دي اهم. تاني اهم حاجه بعد السمول كونسيستنس، مم. ان انت تبقى عارف ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال according to برضو انت مش قاعد في فاكيوم، الحاجه اللي حواليك. صح. والنهارده انا مش productive، مم. اقفل اليوم خلاص هروح. مم. بكره بقى هنبقى productive موت. مم. انا بقالي اسبوع ما كتبتش، خلاص تمام. ايه اللي مخليني مش كاتبه؟ ان انا for example burnt out، مم. يبقى انا محتاجه اجازه، فبندي نفسنا اجازه، مم. بننام، صح. نصحى نشحن نشتغل. بس يعني مش بتحس ان دي ممكن تكون رفاهيه شويه، ان ممكن يكون الناس عندها طبعا في ناس المساحة عندها دي؟ شغل، ما عشان كده انا اول حاجه افتتحت بيها ايه؟ مم. ان انا مش جايباها من أي. حته صعبه انا بريفليج جدا. مم. انا اتصرف على تعليمي، انا كان معايا ظهر في الموضوع ده، ان انا لو عايزه ان انا ابطل حاجه اقدر ابطلها. فمهم برضو as a human ان نعرف احنا جايين منين، واقفين صح. فين، هنبدا منين. مم. عشان انا هبدا من هنا هوصل هنا، انت تبدا من هنا هتوصل هنا، ونتصرف على هذا الاساس. ونتصرف على هذا الاساس. مم. فبرضو بس هقول لك على حاجه، يعني ستيل احنا مثلا لو عندنا كلنا 9 to 5 بنضطر ان احنا نروح عشان معانا فلوس اخر الشهر عشان نعيش بيها، مم. معانا برضو عدد اجازات في السنه. صح. خد الاجازه. مم. يعني ما دام انت بتقبض شهري وعندك 10 15 يوم اجازه حكوميا مسموحين لك، خد اجازه. انا بقى مش دي الحته اللي بتكلم عليها. مم. اللي هو استخدم انت ليك التولز اللي معاك. الباكج بتاعتك في الشغل، انت حاول تستغلها كلها صح. القبض بتاعك في الشغل مم. عباره عن فلوس، عباره عن تامين، عباره عن اجازات. لما انت ما بتاخدش الاجازه اللي مسموحه لك، فانت بترمي فلوسك في الارض. تعال نفكر فيها كده. صح. مش لازم تاخد ال 15 يوم. مم. مش لازم، لان احنا برضو احنا في مصر اعيادنا الحمد لله كتير، وبنريح في عيد كبير وعيد صغير وراس السنه، وبنعيد في شم النسيم، وبنعيد كل ايام كتير قوي. احنا تمام اون اجازات. بس لما يبقى معاك اجازات خد اجازه. يعني انا خدت اجازه عشان ما اعملش حاجه خالص، ووضحت ده في البيت وفي الشغل. انا واخده الاجازه دي عشان ابقى بني ادم غير نافع للمجتمع لمده اسبوع. محدش كلمني عشان ابقى بني ادم نافع للمجتمع الاسبوع اللي بعده. صح. فده اللي انا قصدي، مش قصدي ان انت بقى سيب الشغل لا خالص، سيب الشغل، ايه ده؟ ما هناكل منين؟ لكن خد اجازه. يعني زي ما انت بتقول احترم نفسك، احترم ان ده جسم، وان ده عقل، وان دي نفسيه، فنديها حقها. ان النهارده انت مش productive في 9 to 5 honestly I promise you محدش هياخد باله. محتاج سيلف اويرنس كبير عشان يحصل النهارده بس. مش بقالنا شهرين. النهارده بس you're not productive I promise you محدش هياخد باله. بكره هنبقى productive، بس النهارده هنحترم نفسنا.
فده اللي انا قصدي عليه، الحته بتاعت البريفليج جاي منين وتقدر تريح مدى قد ايه ومعاك فلوس في عصر زي اللي احنا فيه ده تصرفها يوميا. مش ده اللي انا بقول خالص، ما بقولش روح اقعد في دهب سنتين خالص، محدش يروح يقعد في دهب سنتين. بس لما تلاقي نفسك تعبان ريح، لما تلاقي نفسك زعلان ازعل واعرف انا زعلان من ايه. لان لما انت تعمل كده وتدي نفسك هذه المساحه لنفسك هتعرف ان انت تبقى productive بكره. هيجي وقت مش لكن لو فضلت لا انا هضغط عشان انا لازم ادي 110% كل يوم مش هتظبط ابدا. هيجي وقت هيبقى نيجاتيف، مش هتدي 40% لمده 3 شهور. هتلاقي نفسك عايز تكويت. طب ما عملنا ايه؟ صح، بوظنا كل حاجه. مش جزء من ان انت تشتغل، من ان انت تشتغل ان انت تريح. حلو. بنريح العربيه مش هنريح البني ادم. طبيعي يعني. ايوه. احنا اتكلمنا عن when to let go. اتكلمنا عن ازاي حد يبقى من 0 to 1 عنده delusion بحاجه وobsessed بيها، فمن حقه ان هو يعملها، من حقه ان هو يشوفها، من حقه ان هو يجرب. واتكلمنا عن let go. ما كلمناش بقى عن طب لو نفعت، انا اعملها سكيلينج ازاي؟ بص، مبدئيا هنرجع خطوه سنه لورا من 0 to 1. علشان الاوبسيشن والديلوجن ده ينفعوا لازم يكون معاك تيم عنده نفس الاوبسيشن والديلوجن. معاك التيم ده تبذلوا هذا المجهود، ايدكم بايد بعض. ما عندكوش موضوع مين يرقص مين اشطر من مين بيعمل ايه. عند كل واحد شايف شغله ولابس الطاقيه بتاعته عايزين نعملها، وبيمد ايده يساعد وقت ما هو حد محتاجه. على الاقل في الاول. This is the 0 to 1 thing. ان انت you know your job بس انت بتساعد when needed. انا ماسكه البيزنس سايد بس في حته مثلا محتاجين نجيب ناس تساعد في الماركتنج، هنبذل مجهود مع ماركتنج يعملوه. نفس الكلام ماركتنج بيعملوا الماركتنج. لقوا ان في اوبشن لبارتنرشيب شوب حلوه ممكن تنفعنا، حول على هايدي بسرعه. فنوصل الاول ان احنا قومناها مع بعض على حلها. فلازم تيم، لازم تيم كلهم مصدقين وكلهم بيبذلوا مجهود ومحدش فيهم عايز يلوم التاني على حاجه. الايجو بتاعه لسه مفيش. اول ما تلاقي الايجو الانا ما تبقاش موجوده. سكيل. انت دلوقتي معاك برودكت ولا مسمى ان انت دلوقتي بتعمل شنطه حلوه. الشنطه دي سوستتها بتقف كويس. جربت الشنطه، بعتها قبل كده ووديتها لماركتس، باعت، جالك عليها فيدباك غيرته، طلع ان هي محتاجه الوان لو انت الستراب بتاعها محتاج يطول عشان الراجل الطويل مش عارف يشيلها، طولناه. عملنا مش بيرفكشن بس عملنا ان احنا وصلنا البرودكت ده لشكل دلوقتي بقت مشاكله مينيمال. عايزين بقى نكبر الموضوع ده. طيب هنخش في طريقه تصنيع تخلي ان انا بدل ما بعرف اصنع الشنطه دي 10 مرات في الشهر بعرف اصنعها 100. بعد كده وانا بصنعها 100 بفكر في الاسبكت التاني بتاع هبيعها ل 100 شخص ازاي بدل ما هبيعها 10 مرات. وانا ببيعها 100 ل 100 شخص عشان ابيعها ل 100 شخص انا هعلن عنها بطريقه مختلفه. هبعت بدل ما هروح الماركت ده هروح الماركت ده والماركت ده والماركت ده. اول ما هحط رجلي في الماركت الجديد ده هيقولوا لي الشنطه دي مش نافعانا، الشنطه دي محتاجه انها تقصر شويه. مقصرين الشنطه شويه على الماركت ده ونقوم مطولينها تاني على الماركت ده. فانت ليرنينجز بتاعه الام في بي او minimum viable product اللي انت بتعمله من الاول مختلفه تماما عن الليرنينجز بتاعه opening new markets and scaling the product. صح. انت بتعمل حاجه ستيل اكنها من الاول بس داخل بيها على ناس تانية. لان هيبقى عندك اختلاف في التفكير وعندك اختلاف في الثقافات وعندك اختلاف في الطريقه بتاعت التعامل وعندك اختلاف في الماركت ده بيشتري امتى، بيشتري فين. فاحنا مثلا في مصر بنشتري امتى؟ رمضان. السيزون في رمضان اكل وشرب وخروجات وفسح واشياء ويلا نروح نجيب القفطان اللي هننزل بيه بالليل. نشتري في رمضان والعيد. العيد ضرب نار. طيب سكيب ذا اتلانتيك بيشتروا امتى؟ كريسماس.
فيش محل فيه برودكت واحد على كريسمس. احنا عندنا كريسمس ماله مش بنفس الدرجه طبعا، مستحيل. يعني بنسلبريتد عشان احنا ناس كلنا عندنا المسلمين والمسيحيين بنسلبريت مع بعض، حتى عشان هم كمان بيسلبريت معانا رمضان. بس مش القوه الشرائيه بتاعه الكريسماس مش بنفس القوه بتاعه رمضان مثلا. الكالتشر بتاعت مش ان احنا نسلبريت كريسماس از عيد ديني قد ما هو حاجه فيها شراء كتير. ده مش موجود في مصر. فانت هتغير صح من هنا لهنا. هتروح السعوديه والامارات، هم عندهم اليوم الوطني. اليوم الوطني ده انت بتبيع فيه حاجات مختلفه، فانت اصلا محتاج ان انت تشوف كله بيفكر ازاي. فهي فيها بلاننج، فيها فهم للسوق، وستيل نرجع تاني النقطه الاهم، فيها الترايل اند ايرور. فيها بنغير تاني، فيها بنفكر ازاي، فيها بنسال. عايز اسالك عن حاجه. ايه القرار اللي لو شلناه من رحلتك دي كلها كده حاجات كتير قوي هتنهار؟ I think ان the theory is اي حاجه هتاخد فيها قرار مختلف عن المره اللي فاتت هتغير لك trajectory بطريقه معينه. بس حاسه ان هو قرار ال non conformity هو اللي خلاني ان انا اوصل هنا، ان انا مش هعمل زي ما كل الناس بتعمل. هو اللي مخليني في المكان اللي انا فيه دلوقتي. لان انا لو كنت عملت زي ما كل الناس بتعمل كنا دخلنا الكوربريت وعملنا 9 to 5 خلصنا 9 to 5 وعملنا مش عارفه يعني. I think ان البدري بتاع لا مش عارفه وهبقى اعرف، هو ده اللي خلاني ان انا اجي هنا to go more يعني تروحي بس I think ان انا لو كنت ما درستش في الجامعه سنتين كان ممكن برضو يحصل حاجه مختلفه. كان ممكن مثلا بالغلط اجوين another company اريح فيها وما بقاش اللي انا فيه دلوقتي. صح. لو انا ما كنتش عملت الماجستير وسبت الشغل شويه، ما كنتش بعد كده قابلت شراره اون ستيج وعملت يعني مفيش طريقه انك تشوف بيها حكمه ربنا من الموضوع in such a bird's eye view زي ما انت متخيل. بس you can see the concept وتقدر ان انت برضو in retrospect تحمد ربنا على ان انت وصلت له. يعني تقدر ان انت ساعتها تقول طب الحمد لله ان انا لما قعدت متضايق قوي من نفسي ان انا ما عرفتش اعمل المشروع ده الكام يوم اللي انا زعلتهم ما قفلتش بقى وعملت حاجه ممله جست عشان اخد فلوس اخر الشهر. صح. الحمد لله ان انا وصلت لهنا علشان انا قررت ان انا ما بقاش طالعه اجري زي زمايلي بنفس الطريقه بنفس الشكل. فبي جريتفول. الحمد لله. الحمد لله ان احنا بنحاول، والحمد لله ان احنا وصلنا هنا، والحمد لله ان احنا ربنا ادانا القدره ان احنا نحاول وان احنا نزعل شويه ونقوم تاني. بس ما اقدرش اقول لك انا لو كنت مثلا دخلت بيزنس من الاول كان ممكن ابقى بيزنس ديفلوبر اشطر دلوقتي، كان ممكن ابقى بشتغل في بنك. صح. فلا ما اقدرش اقول لك. بعد ما وصلنا خلاص الرحله ما وصلناش، احنا بنحاول. اوكي احنا لسه بنحاول. اصل انت عمال تقول رحله احنا لسه بنحاول. الرحله يعني لسه طبعا شغاله، احنا لسه بنتعلم ولسه كل يوم. وهتروح لاكبر واحد ان بزنس هيقول لك انا لسه بتعلم. صح. فما فيش انا لسه ما وصلتش. انا دلوقتي الحمد لله في المنطقه بتاعي انا بحب ده وده اللي انا عايزه اكمل فيه. حلو قوي. طيب بس ما وصلتش. طيب بقى في المرحله دي ايوه لو خسرتي كل التولز اللي معاكي، لو خسرتي كل حاجه في النطاق المهني، ايه اول حاجه ممكن بكره تعمليها؟ اذاكر. انا بعرف هترجعي من الاول خالص انا بعرف اذاكر. يعني من السكيلز اللي انا ربنا خلقني بيها، من الحاجات اللي هو زي اللي بيعرف يرسم، انا بعرف اذاكر. فاي حاجه باجي اعملها يعني بعرف ريسيرش، بعرف افتح حاجه واركز فيها واقراها، وبعرف ان انا اسال اسئله غبيه جدا عشان بعد كده ابتدي اسال اسئله ذكيه شويه عشان الاسئله بعد كده تبقى اذكى. وبعرف ان انا اريتين المعلومات دي تفضل في دماغي ما تسحش بسرعه. الحمد لله سكيل عندي. هقوم رايح هراجع تاني للسكيل سيت اللي ربنا خلقني بيها وابتدي تاني من الاول. فلو انا معيش كل الحاجات اللي في دي او اضطريت فور اكزامبل ان انا اغير كارير بشكل تاني هقعد اذاكر. وبعد كده نبتدي ان احنا نكسر ونجرب ندور من اول وجديد. ستيل رجعنا تاني نقطه الترايل اند ايرور. فاتوقع دي يمكن هي والكونكشن هم اكتر حاجتين بالنسبه لك، يمكن دول اللي بيحركوكي طول الوقت. عايزه
تعملي وتجربي عايزه وفي نفس الوقت عايز تبقي كونكتد. عايزه احاول. انا بحس ان دي من الحاجات اللي مطلوبه مننا as بني ادمين our entire lives. try your best. what's your best غير my best غير this guy's best. بس try. ربنا خلقنا عشان نعبده وعلشان نشتغل وعشان نحاول وعلشان النهارده ما نبقاش كويسين وبكره نبقى كويسين. فانا بحط ده قدامي as much as possible. وفي ايام بتعدي عليا ببقى ناسيه تماما مش واخده بالي منه ومش شايفاه، ولكن احاول ده is اكتر حاجه دي الكور بركز فيه ان انا احاول. Thank you so much هايدي. انا انبسطت قوي قوي قوي. وانا كمان حقيقي جدا. Thank you so much for inviting me for having me بجد. وان شاء الله يعني رحله مليانه challenges و trial and errors بالهبل ان شاء الله. ان شاء الله. بس كده thank you so much. Thank you so much for having me and this was great. Well done. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.